عمرك سمعت عن برجر بالجمبري؟ النهارده نجرب السندوتشات الجديده من بريتزل. الباكجينج بتاعهم حلو جدا. طلبت ساندوتش اسمه بريتزل شريمب، ده برجر لحمه عليه جمبري من فوق، وده مش اختراع جديد ولا حاجه، هو موجود في مطاعم بتعمله بس يمكن مش مطاعم كتير اللي بتعمل كده، وممكن ما يبقاش ذوق ناس كتير. والجمبري كمان ممكن يتقدم على الستيك عادي جدا. ده شكل الساندوتش، عيش بريتزل فريش وطري جدا، شريحه برجر وخضار. الجمبري هنا 5 وحدات بالعدد، بعيد جدا عن الكميه اللي في الصور والفيديوهات. في ناس هتقول دي صور دعايه، عادي بتبقى مختلفة عن الواقع، بس في ناس كمان ممكن تتضايق لأن الفرق واضح جدا، يعني الكمية مش قريبة حتى. هنا 5 وحدات جمبري، أعتقد الكمية اللي في الفيديو أو الصور تقريبا 3 أضعافها، فيفضل بلاش الحتة دي وياخدوا بالهم من النقطة دي. الطعم خطير، ميكس روعة، البرجر بتاعهم ممتاز جدا وطعم الجمبري جامد، صوصات مستخدمينها ممتازة. تاني ساندوتش الفيلي تشيز ستيك، هو مختلف عن الفيلي تشيز ستيك التقليدي. المفروض هو بيتعمل بشرايح لحمة رفيعة جدا مع بصل وعليه جبنة بروفيلون، وممكن جبنة تشيز ويز اللي هي جبنة شيدر مطبوخة، وفي ناس ممكن تحط فلفل الوان، وفي ناس بتعمله من غير فلفل. الساندوتش هنا مستخدمين شرايح لحمة مدخنة، اعتقد نفس تقريبا البريسكت او التشك اللي بيستخدموها، مع صوص جبنة. الصوص الجبنة جامد، طعمه قوي جدا، احلى صوص جبنة ادوقه في بورسعيد لغاية دلوقتي. ساندوتش عالمي، ميكس روعة، بس طبعا الحشو قليل وبعيد جدا عن الصور. ولو هنمشي على كميه الحشو بتاعه الصور فما اعتقدش ان هو هيتباع بالسعر ده، لازم هيبقى اغلى شويتين. فيا ترى لو سندوتش بنفس كميه الحشو دي بالظبط هيبقى سعره كام؟ باختصار سندوتشات روعه، طعمه مميز قوي، وعلى المستوى ده هيبقى بريتزل وسنترو كده اكتر مطعمين مفضلين عندي في السندوتشات. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان، اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.